شرحنا البي تي 100 بالتفصيل في اكتر من فيديو قبل كده، بس دلوقتي انا جاي اقول لك معلومه مختلفه شويه. اللي في ايدي ده بي تي 100 او ار تي دي، وده مكون من جزئين. البي تي 100 نفسه اللي هو داخل الكيس ده، والاطراف بتاعته طرفين حمر وواحد ابيض زي ما شرحنا قبل كده. يظل عندي الجزء الثاني اللي هو ابيض في اسود ده، وده اسمه الترانسميتر، وده وظيفته انه يحول المقاومه دي الى اشاره كهربيه اقدر ابعتها للكنترولر او البي ال سي او اي حاجه عندي. طب الكلام ده بيتم جوه الترانسميتر ازاي؟ الفكره الاساسيه بتعتمد على حاجه اسمها الويترستون بريدج. الويترستون بريدج دي عباره عن 4 مقاومات متوصلين بالشكل ده، بوصل عليهم قيمه فولت. في حالة الاتزان، يعني ايه الاتزان؟ يعني R1 تقسيم R2 بتساوي R3 تقسيم R4. في الحالة دي بيكون الجهد هنا قد هنا، يعني المحصلة ان الفولت هنا بيساوي 0. إذا حصل وإن أنا استبدلت R3 دي وحطيت مكانها BT 100 بتاعتي، يبقى لا هيحصل اختلاف، مش هتبقى R1 تقسيم R2 بيساوي R3 تقسيم R4. بالتالي هيبقى عندي قيمة جهد هنا مختلفة عن هنا، وبالتالي الفي دي ده مش هتساوي الصفر. طب قيمة الفولت هتبقى كام؟ قيمة الفولت هتتناسب مع قيمة المقاومة دي. بعد كده أنا باخد قيمة الفولت دي لأنها بتكون صغيرة جدا وأعمل لها عملية تكبير، وبعد التكبير بحولها لإشارة أنالوج يمكن قياسها أو يمكن في البي ال سي أو في أي كنترولر عندي.